السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة، بس مش في ورقة اللفة اللي احنا بنلفها في ورقة الزبدة وورقة الفويل، لأ، ومش هعمله في الحلة، هعمله لكم في البرطمان الإزاز. الحاجة دي أنا شفتها على فيديوهات كتير في اليوتيوب، قلت أجرب. عملت برطمان واحد، وبينه وبينكم أنا كنت خايفة. أول ما عملت البرطمان وحطيته في الصينية ودخلته الفرن، أنا ما كنتش مصدقة، مذهولة على حلاوتها وطعامتها وريحتها. يلا بينا عملي نعمل مع بعض كباب الحلة في البرطمان، ونبقى ويا بعض ونشوف ونجربه سوا مع بعضنا. يلا بينا. معانا هنا كيلو لحمة. انا طبعا قلت له هاتها فيها ايه من الفخده سمينه شويه، فكيلو فخده وقطعته مكعبات كبيره مش صغيره، بس اصغر من الحته اللي بتتسلق يعني. هنا معايا 4 طماطمات قطعتهم حتت مكعبات صغيره برده زي السلطه كده الكبيره. هنا معايا 3 جزرات حلقات صغيره. وهنا معايا قراصيه، انتوا متعودين ان انا بعمل كباب الحله بحط فيه قراصيه تخليها جميله والقراصيه اجمل. وهنا معايا بطاطستين قطعتهم مكعبات. هنا معايا نص كيلو بصل، لان انا معايا كيلو لحمه، والبصل الابيض بيصفى يا حبايبي على قليل خالص، ما تقولوش ان هو كتير. البهارات بتاعتي بقى معايا هنا معلقه ملح، معلقه صغيره خالص قرفه، معايا هنا معلقه صغيره بتاعه الشاي يعني بتاعه السكر الصغيره، جنزبيل، معايا معلقه فلفل اسمر، معايا بهارات مشاوي معلقه كبيره. يلا بينا نخلط الحاجات بتاعتنا على بعضها وهنشوفها مع بعض، وهنحطها في البرطمانات ونركب كل الشغل بتاعنا ده. هنا حطينا البصل بتاعنا، هنحط هنا البصل، البطاطس والجزر والقراصية اهي معانا. هنحط الطماطم بتاعتنا كله على بعضه كده، وهنحط اللحمة بتاعتنا اهيت قدامكم. يا حبايبي اللحمه لازم تبقى ملبسه بتاعت كباب الحله او ورقه اللحمه، لان بتخلي لها طعم جميل. السمانه اللي فيها هي اللي بتحليها كده بقى. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس ومقصقصين ضوافرنا على طول، انا ما بحبش الضوافر الطويله. هقلب الحاجات بتاعتي اهو كده اهو كلها في بعضها. انا مش هقول لكم بقى على ريحه البهارات بتاعه المشاوي دي مع الحاجات دي، خلي طعمها تحفه. نجيب من تحت لفوق كده ونقلب في البهارات بتاعتنا اهو. انا مقطعه البطاطس مكعبات مش حلقات ولا حاجه عشان تدي طعم حلو، وهتشوفوها وانا بفرغها من البرطمان، هتشوفوا شكل كباب الحله في البرطمان شكله ايه. انا طبعا هعملها كده اهو، نجيب من تحت لفوق وارجع اقلب بايدي. كله بقى تجانس مع بعضه كده، من بهارات لفلفل لكله مع اللحمه اهو. طبعا انا قطعت البصل جوليان اهو عشان يبقى لو ما بحبوش متخرط صغير، لا كده بيبقى شكله جميل في المعلقه مع الرز مع المكرونه، يبقى شكل البصله حلو، ميبقاش دايبه قوي يعني، تبقى شكلها باين اهي يا حبايبي. انا قلبتها اهي. هنا هضيف على اللحمه بتاعتي والخلطه بتاعتي دي كباب الحله معلقتين بس صغيرين كده اهو صلصه بس، وارجع برضو اقلبها كده. حبايبي انا كده الساعه كام؟ 2 بالليل اهو. انا بحب اعملها كده وابيتها في التلاجة، الصبح اعبيها في برطماناتي، هعبيها قدامكم وبعدين ادخلها على الفرن كده بقى. ما تقولوش بقى على جمالها، تركنوها في البرطمان عادي، تركنوها في حاجه عادي. انا عشان ما عنديش المكان الطبق ده، لان البرطمانات هتاخد مكان كتير في التلاجة، فانا هسيبها في القروانه بتاعتها دي والطبق ده في قلب التلاجة واغطي عليها اهي.
بس. طلعت اللحمه اهو من التلاجة، قعدت في التتبيله ديت في قلب التلاجة حوالي 8 ساعات. يعني انا مخلصاها الساعه 2 وربع كده بالليل اهي. البصله رخت الريحه ما اقولكوش، هتبقى كمان يعني هي هتستوي بسرعه، لان لما غابت في التتبيله دي بتسوي اللحمه والحاجات والخضار اللي معاها ايه بسرعه. فانا بقى قطعت معايا ورق زبده اهوت، ومعايا ورق فويل عشان اقفل عليها البرطمانات، وهعبي البرطمانات قدامكم واحطها في القارب وادخلها الفرن. يلا بينا نبدا ونعمل اول برطمان. انا جبت البرطمان بتاعي اهو، هبدا احط الاول شويه خضار في الارضيه كده، احط بقى ايه اللحمه بتاعتي وشويه خضار شويه وحتتين ايه لحمه، احط كمان حتتين لحمه اهي، ادي حته كمان برضو احط خضار معاها وقراصية اهي نزلت كمان ايه قراصية كده اهي. وهقفل بقى انا البرطمان بتاعي كده. البرطمان بتاعي عبيته اهو، هروح واخده اجيب البرطمان التاني اهو عبيه قدامكم برضو. هحط ايه شوية خضار في الاول وبطاطس عشان يبقى البرطمانات زي بعضها. احط قطعة لحمة دي فيها سمنة شوية، خليها على البرطمان التاني، هنا حتة وهنا حتة، لان السمين بيدي ريحة يا حبايبي للكباب الحل. برضو هحط كمان حتة اهيت، هحط قراصية ونحط شوية ايه خضار كده. دي البرطمان التاني. هاجي على البرطمان التالت اهو، احط برضو الخضار بتاعي. جربوها جميلة جميلة وهتعجبكم جدا. انا كنت خايفة في الاول وانا بعمله، لكن لما جربت ما شاء الله. احط كمان حتتين لحمة، التالتة اهي كمان ولا الرابعة اهي. احط قراصية وخضار ادي كمان حتة، نحط عليهم شوية خضار. لا بلاش البطاطساية دي عشان ما يتملاش قوي كده اهو، عشان ياخد راحته برضو ايه في السوي. اجيب برضو البرطمان الرابع اهو. انا هقول لكم على حاجة كمان، يعني انتوا لو عاوزين تعملوها ببرطمانات الصلصة الصغيرة يبقى كل فرد في الاسرة برطمانه قدامه يفرغه في طبقه احسن. بس انا ايه بصراحه يعني زهقت من البرطمانات الصغيره، قلت اما اعملهم في الكبار وخلاص. يعني ماليش خلق بصراحه، بس فعلا اتعملت قدامي ببرطمانات صغيره كان شكلها جميل وحلو على السفره. يبقى كل واحد قدامه طبقه ويفرغ فيه ايه البرطمان بتاعه. طبعا ده التتبيل هفرغ على ايه كل واحد شويه كده. ادي يا حبايبي الكباب الحله اللي بتحط فين في البرطمانات، سهله جدا. يا ريتنا عرفنا البرطمانات دي من زمان. بقى هجيب البرطمان بتاعي واقفل بورقه الزبده الاول على البرطمان كده قوي قوي كده اهو، عشان ابقى قافله ايه الحراره بتاعته تسويه. اجيب ورقه الفويل اهي يا حبايبي كده، بقفل عليه جامد علشان ما ايه ما يتهواش، والبخار بتاعه لازم يسويه كده. اقفل جامد كده واجيب برضو ورقه الفويل اهي
ادي الاربع برطمانات بتوعي قفلتهم اهوت قفل محكم. انا عارفه قفلهم كويس قوي علشان البخار يسوهولي في بعضه. وهجيب بقى القارب بتاعي واحط فيه قيمه كوبايتين كده ميه، واروح حاطه البرطمانات بتاعتي ومدخلاهم الفرن. يلا بينا. حطيت برطماناتي في الصينيه وحطيت كوبايتين 2 ميه في قلب الصينيه من جوه، وهشيلها بقى واحطها يلا في الفرن. يا حبايبي سهله جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا. كأنها مشويه، مش ورقه لحمه كمان كده، لا دي مشويه وسهله. لا هنغسل مواعين ولا اي حاجه، تفرغي البرطمان وسهل غسيل. يا ريتني عرفت الحكايه دي من زمان. يلا بينا. انا طلعت الكباب الحله اللي هو البرطمانات من الفرن اهو. هنكشفها مع بعض وهنشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قبل ما افتحها واكشفها لكم والله الريحه فظيعه، جربوها وهتصدقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي هي الغطا الاولاني، ادي الغطا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه بس افرجكم شكل المشويه على الفحم اهي. شايفين شكل الخضار اهو. هنزله في الطبق اهو قدامكم وهوريكم اللحمه شكلها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هجيب معلقه بس وانزل اللي في قلبها. انا طلعت اللحمه اهو ما شاء الله قدامكم. ال3 برطمانات التانيين انا فرغت لكم واحد. فظيعه فظيعه. البطاطس شوفوا اهي، شوفوا مستويه ازاي اهي ما شاء الله. حاجه كده خرافه. اللحمه اهي ما شاء الله زبده اهي، شوفوا اهي مستويه خالص اهي. شوفوا اهي حاجه تحفه تحفه تحفه. اعملوها جربوها يعني بجد مش هتندموا، هتدعوا لي على الوصفه دي. انا شفتها من ناس كتير على اليوتيوب ما شاء الله. انا اول ما عملتها اول مره كنت خايفه، لكن المره دي بقى بقلب جامد. لا اعملوا ورايا ولا يهمكم. والريحه تحفه تحفه تحفه. ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وتعليقاتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في امان الله.